صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال حديثنا في بيان الاستعداد والتهيؤ لتلقي حكم الله وتلقي حكم الرسول وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبالخصوص للاستعداد لتلقي حكم مهديهم صلوات الله عليهم، والاستعداد للتسليم له وعدم الاعتراض على أحكامه. وقلنا أن كل شيء يحتاج إلى مقدمة. إن شاء الله سوف نتحدث حتى حبنا لله يحتاج إلى مقدمة، حتى رغبتنا في الله تحتاج إلى مقدمة. كل إنسان يريد أن يكون محبوبا عند الله، الله قال يجب أن تهيئ المقدمات حتى تحصل على النتائج. يجب أن تغرس هذه المقدمة حتى تكون محبوبا عندنا. كذلك مهدي أهل البيت، كذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إن شاء الله نتحدث في مقدمات الولاء والحب للنبي، لآل النبي، لله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الليالي القادمة. ولكن نكمل الحديث في التهيؤ والاستعداد لتلقي حكم الله. اليوم نشير إلى النقطة الأخرى بعد أن ذكرنا أن الفطرة والطهارة والنظافة هي الشرط الأهم في الاستعداد لتلقي حكم الله، وهذا موجود حتى في قضية التشهد. اليوم لا إله أول مرة نفي، بعدين أنه نؤمن بالله. لا إله إلا الله أول مرة أنفي الشريك، بعدين تنفي شنو؟ بعدين تؤمن بالله. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نظافة بعدين طهارة. أما طهارة على أوساخ لا يمكن أن يشعر بها الإنسان. النقطة الثانية التي تعد من النقاط الهامة في الاستشعار والتهيؤ والارتباط بالله وبرسوله، ننطلق من هذه الليلة بهذه الكلمة: أن كل إنسان بطبعه يميل إلى القوي. كل واحد بطبعه يحب أن يجاور القوي ويجلس في جنب القوي وينظر إلى منظر لا يذكره بالجبن بل يذكره بمن؟ بالقوة. حتى اليوم في الأفلام، هاي الأفلام الكرتونية أو في الأفلام العادية التي يكتبها الكتاب أو المسرحيات، دائما يختارون بطل فيلم. مع العلم بطل فيلم تلقى بالحقيقة جبان، بالحقيقة هو ممثل. طيب
ولكن تجد أن هذه المسلسلة أو هذه التمثيلية أو هذا الفيلم الكرتوني يقوم على شخصية يسموها بطل فيلم. بطل الفيلم ليش؟ شوف تجد الأطفال ينجذبون إلى بطل المعركة هذا من؟ بطل الساحة من؟ طبع الإنسان ينجذب إلى مصادر القوة. من يكون قوياً يلتفت له الناس، من يكون ضعيفاً لا يلتفت له شنو؟ الناس. ولهذا أعدوا لهم ما استطعتم شنو؟ سرحنت. هسه ممكن يعني الليلة نبدأ بهذا النقطة الثانية ولكن بعد بها تكملة. أعدوا لهم ما استطعتم من ضعف لو ما استطعتم شنو؟ من قوة. ليش؟ طبع القوة، طبع الاستعداد بالقوة مصيره الانتصار. راح نأتي. فقصدي أن الإنسان في النقطة الثانية يحب القوي ويميل للأقوى. ونحن نفتش ما ينفعنا دينيا، نفتش في القرآن الكريم ونحن في شهر القرآن نجد أن الله يستعرض لنا قواه. سبحان الله. حتى نحبه. وأنتم تحبون القوي؟ هل يوجد قوي في هذا الوجود إلا الله؟ طيب إذا عندكم واحد قوي غيري اذهبوا إليه. فالاستعراض رائع وقيم بالحقيقة. هذه النقطة الثانية بها روائع الاستعراض القرآني والحديثي والعقائدي، لأنها من الصميم، تتحدث في الصميم. بس احنا كل ما ننتقل نقطة نجد أن الارتفاع في فهم هذا الشهر ينزل ويرتفع. يرتفع إذا فهمنا أن هذا الشهر يربطنا بأي شيء، بمصادر القوة لو بمصادر شنو؟ الضعف. نحب هذا الشهر لأننا كما نحب مسلسلا تافها للتمثيل الكذب، أصلا مو حقيقة، تمثيل يعني من اسمه تمثيل مو حقيقة، يرتبط به الناس ذهنا عقلا فكرا ينشدون إليه لأن به مصادر للقوة. فكيف إذا تحدثنا عن حقيقة إن كنت معها أصبحت قوي، مو تمثيلها. فيستعرض لنا رب العالمين يقول شوفوا احنا مجمل الاستعراض هذا. الله يقول هل تستطيع أيها الإنسان أن تحرك حجرا من الأرض صغيرا إلا إذا أردت أن حجر. هل تستطيع أن ترمش بعينيك إلا إذا أنا شنو أردت؟ هل تستطيع أن تنطق بلسانك إلا إذا أنا شنو أريد؟ هل تستطيع أن تخطو خطوة إلا بمشيئتي؟ ماذا يدل ذلك؟ حتى ما تستطيع أن تشاء شيء خفيف جدا. احنا اليوم عندنا إرادة نريد أن نفذ شيء، يقول رب العالمين حتى هذه الإرادة الصغيرة كلها بيد القوي، وما تشاءون إلا أن يشاء. ما أروعها من تصويرها ما تشاءون. كل شيء تشاءونه، كل شيء تريدونه، كل شيء تحبونه ترغبون فيه، فيجب أن تعلموا لولا أنا لا يعلم. إذا مو أنا هذا الشيء ايش فيه؟ لا يعلم. سئل أمير المؤمنين كيف عرفت الله؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم. شوف هذا بس مو طريق واحد ترى المعرفة. الإمام جاي يحكي في المورد كيف عرفت الله؟ قال بفسخ العزائم ونقض الهمم. اليوم أعزم أن أصنع هذا الشيء، يجيني حادث يحول بيني وبين هذا الشيء. باكر إن شاء الله أريد أتوكل أروح للبصرة، من الصبح صار عندنا مأتم حالة بيني وبين مشيئتي. قررت أن أصنع هذا المشروع، وإذا بشيء الله ما أراده، إذا الله ما يريد المشروع، وإذا بعارض دمر كل ما بنيت، فعرفت أن هنالك مدبر غيري. أنا أدبر وهو شنو؟ يدبر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه قضية هامة. في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستريح بعيدا عن قومه، جلس بعيدا عن قومه صلى الله عليه وآله ليستريح.
فرصده أحد المشركين من بعيد فقال إنها فرصة سانحة لقتل هذا النبي. فرصة بسيطة هاي، واحدة قاعد من دون جماعته، فجاء متسللا والسيف بيده فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وآله وقال: من ينقذك مني يا محمد اليوم؟ سوف أقتلك. إحنا ما كان النبي نتوسل، خلينا 10 دقائق سامحني ونتوسل، قتل وموت. من ينقذك مني يا محمد؟ فابتسم رسول الله. قال: تبتسم؟ قال: نعم. من ينقذك مني؟ قال: الله. القوي هو الله. فاستهان بهذا المشرك. قال: الله ينقذك الله؟ قال: نعم. فبينما هو يتكلم فعثر بقدمه وسقط هو والسيف، فأفلت السيف من يده، فأخذ النبي السيف. قال: من ينقذك اليوم مني؟ فسكت. قال: لو قلت الله لأنقذك. لو أنك تعرف الله ونطقت بهذه الكلمة عن صدق لأنقذك حتى مني، ولكنك لا تعرف شيء. لا تعرف. كن مع القوي تعيش مؤمنا مستقيما مستقرا منتصرا. قوي قوية خطيرة جدا، يجب أن نلتفت إليها في هذا الشهر الكريم. من أعظم فلسفات شهر رمضان يربطك بالأقوياء، لا يربطك بمن؟ بالضعفاء. إلهي كل تقرؤون إلهي وقفت سفينة الأقوياء والضعفاء. إلهي وقفت سفينة مساكين. هاي السفينة رست على ساحل الأقوياء، لو على ساحل الضعفاء مثلهم. ساحل الأقوياء سفينة المساكين. أفتتح الثناء بمن؟ بحمدي، بحمد عشيرتي، بحمد حزبي، بحمد دولتي، بحزم القوة، بحمد القوة الإمبريالية الكبرى، بحمد أمريكا، بحمد من؟ هو القوي. نحن نفتتح بك بسم الله الرحمن الرحيم، لا نفتتح بغيرك. نروج لك لا نروج لغيرك، لأنك أنت القوي وغيرك جميعا ضعفاء محتاجون إليك. هاي قضية هامة. ولهذا النبي والأحاديث ليش يقولون هاي الكلمة؟ من كان مع الله كان الله معه، ومن كان معه الله هل يكون ضعيفا؟ مرات نسأل بعض الإخوان وهذا تسامحا يقولون، ولا هم مو قصدهم تسامحا. أنا أدري هو فقير، يقول أنا فقير ما عندي بس الله، هو اللي عنده بس الله فقير. قوي أنت تقول له قوي، لا تستهين بنفسك. يقول أنا ما عندي أحد بهاي الدنيا، ما حد يساعدني، فقط الله موجود، خلص. الذي عنده الله يحتاج إلى أحد؟ بس هو ما يفهم شنو رب العالمين. يقول هذه الكلمة لا يفهم معناها، أنه أثبت أنه أقوى الأقوياء، لأنه من كان مع الله كان الله معه ولا يحتاج إلى أحد في هذه. إذا كيف يمكن لنا أن نرفع مستوى الضعف الذي في أنفسنا عن طريق هذه العبادات إذا كنا في جنب الأقوياء؟ يقول الشيخ محمد تقي فلسفي من أعظم خطباء طهران ومن علمائنا في طهران، يقول دعيت يوما إلى مجلس عزاء في ليلة من ليالي الجمعة وخطيب. بس حتى نأتي كنت تكون مع النبي أنت قوي، تكون مع المهدي أنت قوي. ليش؟ لأنهم أولياء الله. أشهد أن عليا شخص عادي لو شخص ولي الله. ولي ما جاي يقول رئيس جمهورية، ما جاي نقول زعيم مال حزب حتى يكون ضعيف، ما جاي نقول مدير دولة، مدير مؤسسة حتى، أو مدير حزب، أو ما شابه ذلك، رئيس عشيرة حتى تقول ضعيف. لا، أشهد أن عليا ولي الله. ولي، والولي هو ولي للدنيا، ولي لمن؟ لله. فمن كان مع الله يكون قوي. يقول الشيخ فلسفي ودعيت إلى عزاء في إحدى ليالي
او مو روحوا خاف لقمه حرام، هذا محتاط الفقير. وهذا الدين. فمو يعني يجي يقول لي اقرا انا الميت مجرم، الميت صالح، الميت ظالم، الميت منافق، ما ادري. غير يكون الانسان يميز لقم الحلال من الحرام. المهم، فعادتي اسال شو هالمره ما سالت. اعطاني العنوان، قال شيخنا تجي على هذا العنوان ايها الفقيه فقط ليله واحده. من راح سالت العنوان قالوا الى انت ذهبت؟ قالوا هذا قرايب الشاه ميت، الشاه ايراني، واللي قاعد بالفاتحه الشاه، واذا تروح بالفاتحه لازم تدعو لمن؟ للشاه. قلت باوي اخر حياتي وديني اضيع ديني على مود ليله الجمعه ادعو للشاه؟ قالوا بكيفك ما تدعو للشاه، حضر نفسك انت وعائلتك تسجوا في السجون وتصادر اموالك المنقوله وغير. احترت. شنو ورطت بين ادعو للشاه ويضيع ديني، وبين اسكت ويضيعون اولادي واضيع انا وبيتي وعائلتي. الى اين اذهب؟ صابني الضعف ذاك اليوم فقيها، فذهبت الى السيد احمد الخنساري، فقيه من فقهاء الشيعه ومرجع من مراجعها في طهران، من ابرز علمائنا الاعلام السيد احمد الخنساري قدست نفسه الزكي. فذهبت اليه ويعرفني ان مرات اقرا عندهم بالبراني او اليهود، فرآني ولوني مخطوف، قال ما بك يا فلسفي شو متغير؟ قلت ساعدني ايها المجتهد، ساعدني ايها العالم. وقعت في ورطه. اي ورطه؟ قلت هاي القضيه اما اروح انت شر علي شنو تقول لي؟ قال وما بالك مضطربا، ما لي اراك مضطربا، انت ما تروح بالعكس يجونك ياخذونك وياخذونك. الان اذهب، ولكن عندما تذهب تذكر هذا الذي اقوله لك، راح يرفع من مستوى القوه عندك. شنو قال؟ سوف تجلس على المنبر فتنظر الى الشاه وحاشيته، ظالم مثل صدام، مجرم هو والسيف، فتنظر الى الشاه وحاشيته فسوف ياخذك الضعف ويكاد دينك يزول منك. من الخوف راح دينك يشفيك. اصلا حتى ما تنسى دينك من شده الخوف. سبحان الله. فاذا وصلت الى هذه المرحله ورأيت نفسك ضعفت فلا تنظر الى الشاه. وين ننظر؟ قال انظر الى باب المسجد وتذكر ان رسول الله واقف في الباب. شوف، واقف في الباب، راح يرفع من مستواه، وهو قابض على لحيته ويقول لك ايها الخطيب يا فلسفي لا ترق ماء وجهي وتذهب بما قدمته انا من تعب من اجل هذا الدين، فانك محسوب علي لا على هذا المجرم. يوم قال لي السيد احمد الخنساري الكلمه، قلت رسول الله ينظر الي؟ قال يراقبك وانت تتكلم وهو قابض على لحيته ينتظر منك، هل تنصر الدين ام تنصر اعداء الدين؟ يقول لك لا ترق ماء وجهي، لا تذهب ماء وجهي فانت محسوب علينا اهل البيت. انت شنو تقول؟ فاحسست انني لا احترف بالشاه ولا احترف بالمجرمين. ذهبت ووجدت الشاه جالسا، وعندما جلست خلني الخوف فتذكرت ان محمدا في الباب، فقرأت وانا اراقب النبي وهو قابض على لحيته ويقول لا ترق ماء وجهي ايها الخطيب. فلم ادعو للشاه، يا سبحان الله، ولم احترف بحاشيته. وذاك اليوم نزلت ما كلمني احد ولا لامني احد ولا قالوا لم تجاوزت علينا هذا التجاوز. من كان مع الله كان الله مع. هذا هو الشهر، تربيه الشهر هكذا، هذا تربيه الشهر. يقولون ان امريكا واعداء المهدي اليوم مو الشعوب، ترى قاده الشعوب. عندنا في الروايات ان الشعوب الغربيه اذا خرج المهدي واهتدت لا ترتد على ادبارها ابدا. هاي الشعوب يشوفونها عراة وغيرها.
اما من يتحكم في الشعوب هذول الطغاة، هذول اعداء المهدي، هذول الصهاينه والامبرياليه وقاده الامريكان، هؤلاء هم اعداء اهل البيت، مو الشعوب المستضعفه التي لا تفهم شنو من الدين شيئا. يقولون هسه الكتاب الامريكيين يقولون نحن نخاف من نشر فكر محمد وعلي وفاطمه. حتى بالتقرير العام الماضي قرانا قسم منهم يقول امريكا الجنوبيه عندهم تقرير يقولون ان خوفنا من انتشار فكر المهدي، يعني فكر علي ومحمد وفاطمه والحسن والحسين واولادهم وقائدهم المهدي في امريكا اشد من خوفنا من القواعد النوويه الروسيه التي تهددنا على الدوام. خاف عنده اكثر من هذه القواعد اللي حتى الان روسيا تهددهم، راح اضربكم نووي، راح اعطيكم نووي، هم ما يخافون. يقول نحن نخاف من المهدي اكثر من خوفنا شنو؟ فكر هذا. يقول هذا عجيب فكر محمد وآل محمد، من دون سلاح، من دون نووي، من دون طائره، اذا حل في منطقه اهتدت. عجيب. جابهم للطريق، لا سلاح، لا قتال، لا قتال. اقوياء، حكماء، علماء. والامام امير المؤمنين يصف شيعته في خطبه المتقين، يقول اما النهار فحلماء حكماء علماء ابرار اتقياء. يسموه ان شاء الله في ايام امير المؤمنين حتى شيعته يقول يشبهون شبه مو 100% بس يقتدون. ان شاء الله بنحكي هاي الروايه يجوز غدا اذا صار كملنا الموضوع السلسله مالت البحث هذا نكملها. زينب تقول للحسين هل اختبرت اصحابك؟ شو يقول لها الحسين؟ يقول لها مو بس اختبرتهم، نهرتهم، طردتهم، نهرتهم، طردتهم، قلت لهم روحوا ما اريدكم، اريد اشوفهم اختبرهم، فوجدتهم يستانسون بالموت دوني. شايف واحد طردك يقول لك روح ما اريد، تقول له انا احبك حتى لو ما تريد. شنو هذا؟ المهدي يختبر اصحابه، طردتهم طرد، اختبرتهم، طردتهم، نهرتهم، زجرتهم، وهل فيهم الا الاشعث الاقوس او الاقعس عفوا. ان شاء الله لا كملناها، اذا مو كملناها على الليله الاخرى. نتحدث عن الاستئناس بالقوي، مو فقط اكون ويا القوي فرحان لانني مع الله والله شنو؟ فرحه استئناس. اشد الناس فرحا يقول النبي الحديث غريب عجيب. احنا ما نطيب عليكم وقتنا ولا حاليا يحتاج لها شويه فتره، بس كل يوم ناخذ لنا حديث. هذا حديث غريب يعني صلى الله على رسول الله صلى الله عليه، ولا غرابه في حديثه، ولكن حديث يقول النبي الخلق عيال الله، ما قال البشر عيال الله، الخلق يعني الخلق يعني حيوانات، جماد، نبات، بشر، كل شيء خلقات. بس شنو الخلق عيال الله؟ اذا واحد يقول البشر عيال الله به مجال، بس النبي جاي يجمع، ما يقول البشر عيال الله، الخلق يعني كل ما خلق الله هو عيال الله، واحبهم الى الله من هذول ياهم ارأفهم انفعهم لعباده. اللي ما يظلم له حتى حيوان هذا اقربهم علما. بالله عليك اذا النبي يروح يضغر باليوم يدربهم على هذه الكلمه. هسه دعنا احنا ولو احنا ما متدربين عليه، جار يظلم جار، يقول يا اخي حيوان ما يصير تظلم. النبي يقول احب واحد لله اياه الذي هو انفعهم لعباده لخلقه، انفعهم للحيوان، انفعهم للطير، انفعهم حتى هذا الطير لا يجوز ان تضر به من دون سبب، فكيف يجوز لك ان تضر بزوجتك، تضر بجارك، تعتدي على ارحامك، تعتدي على منطقتك؟ شو يصير؟ هسه من يجي امير المؤمنين ويقول الله الله في الجيران، بعد غريبه هاي الكلمه. والنبي يقول الخلق عيال الله، اعم من ان يكون حيوان، حتى الحيوان انت مسؤول عنه. وتروح بعض الناس يؤذي جاره ليلا ونهارا. الان هم كل واحد فاتح له ما ادري شنو، يقول والله نريد نلعب شهر رمضان، تاخذ تلعبوا بعيدا عن الجيران وتاذوا الجيران. يا اخي اذيه الجار من المحرمات
إذا تأذي لك حيوان الله يوقفك، فكيف بك وأنت تؤذي إنسانا ويا إنسان شيعي ويا شيعي مؤمن ويا مؤمن؟ إذا مو من أرحامك لم يجوز من أرحامك. يعني عدة صفات فيه. إذا تريد تلعب أنت تمارس اللعب، عندك طفل العب بعيدا عن بيوت الناس، لا تضرر الناس. هاي أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. يقول أحد الفقهاء: كنت مسافرا. هاي هي القوة بالقيم، مو القوة بالسقوط وعدم القيم أن نتخلى عن النبي. بس نتخلى عن أحاديث النبي نكون أقوياء ضعفاء. مجتمع ضعيف ينخرب بسرعة. يقول أحد الفقهاء: وكنا أخذنا الوقت، كنت في فرنسا في رحلة علاجية، كنت أقرأ القرآن عصرا، موجود الفقيه. شوية كبتتنا الشرطة الفرنسية، قال قبض وفقيه ويا اثنين منافق. شنو؟ قال عليكم دعوة المركز. شنو علينا؟ احنا ناس عراقيين وجايين للطبيب. قالوا ما مشكلة، روح المركز. المركز شنو الدعوة؟ قالوا هاي جارتكم أجنبية تشتكي من صوت يخرج من هذه الشقة يزعجها عن النوم. احنا نقول فاتحين الباب ونقرأ القرآن، واحد يتلو لنا القرآن بصوت عالي. قالوا انتم شنو؟ قالوا احنا مسلمين. اجت المرأة قالوا اذا تسامحكم وتتنازل عنكم مثلنا، سووا التنازل وطلعون، والا لازم نحجزكم بأذية الجار. طيب اجت المرأة قالت انتم شنو؟ قالوا مسلمين. قالت وهل اوصى نبيكم بأذية الجار؟ دلقنا رؤوسنا، هذا فقيه دلق. هل أخبركم قرآنكم أن ترفعوا أصواتكم لكي تزعجوا جيرانكم عن النوم؟ لا. قالت إذا شنو؟ قلنا إحنا ما مؤدبين بالقرآن، ولا احترمنا رسول الله، ولا احترمنا كتاب الله، وخالفنا سنة نبينا. قالت إذا متنازلة عنكم إن اعترفتم. الاعتراف بالخطأ شنو؟ فضيلة. الفعل هو هذا. القرآن ما يجوز، حتى بصوت القرآن ما يجوز الحجاب. وتلعب طور باب الجيران، يقول والله كيف في حريتي انا؟ وين اروح بيتك يا اخي. الناس مسلطون على جيرانهم لو على شنو؟ تحط بيتك، تملك بيتك، روح العب طور بيتك، لا تلعب ببيت جيرانك. الناس مسلطون على بيوتهم واموالهم وممتلكاتهم، اما بشرط لهم بيوتهم، كل ما يخرج اذى منهم الى بيوت غيرهم. هسه قضيه مو موضوعنا هذا الحديث، بس احنا ما دام مرينا الخلق وعيال الله، وين القوه؟ ان تكون مع الله، ان تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي قضيه هامه. احنا اعدائنا ايها الاخوه، هاي نصيحه مو من واحد هسه، من واحد ضعيف حسبوها اي شيء. اقول يا اخي نصيحه، اعدائنا شوفوا قبض ورقه وقلم، ليش يستهدفون مراكز القوه مالتنا؟ بالله عليك ايش حاطت المرجعيه 24 ساعه؟ قاعد اقول عليه ليش؟ يقولون قوه التشيع عندنا. ايش حط الحسين 24 ساعه شنو؟ اذا تجي زياره الحسين واسمع وشوف بالفضائيات، هذا يقول ليش يمشون، هذا يقول ما يطمون، هذا يقول ليش لابسين اسود، هذا يقول ليش دعوه 40 يوم، هذا يقول ليش هالقد مواكب وهالقد مشي وهالقد يا اخي يمشي بسيارات. ليش؟ لان مركز قوتكم الحسين. إذا يروح الحسين تصيرون ضعاف، العدو يشخص. وإلا أنا قلتها للأخوة 20 مرة، يا أخي السعودية الدولة الوهابية القاعدة المتنصبة ما تعطي 20 سيارة أو 30 سيارة مكيفة لوجه الله. العدو يعطيك وردة تريد يسمك بها، حتى تشمه وتموت. لا، القرآن الكريم بيقول هم العدو فشنو حبهم؟ حذروا. الحذر ما يعجبونك في كلامهم هذا المنظم. السعوديه تودي 40 سياره او اكثر كما انا اتذكر، بس من الدول العراقيه تاخذتها لهم الشعب والمرجعيه بالضبط. تاخذوها الجماعه ياخذونها، ما عندهم مشكله. قالوا شنو؟ جايه سيارات ببلاش مكيفه ومبرده، شنو السبب؟ قالوا نريد ان تنقل زوار الحسين من الفاو الى كربلاء. ليش؟ لأن المشي للحسين يؤذينا. هذه الكلمة. مو متأذين على الزوار، المشي ايش فيه؟
يهدينا، لان هذا كل ما يمشون سهم يخرق قلوب الامويين. الحسين امويين قضيه خطيره. شوف انت تكون مع الحسين. هسه شوف جماعتنا اخواننا الموجودين حتى اهلنا يقولون مرات احنا عندنا مصيبه من نروح يم الحسين نحس بزوال هذه. سبحان الله، من تروح يم الحسين من تذكر الحسين مصائبك. انا دائما اقول للاخوه الخطباء لا تجروا تقرون على الموتى ولا الموتى نفسهم، لان لا تزيدوا في الطين الا بالله. يا اخي هذول والله تعبانين، يا اخي والله نصحوهم، يا اخي هذول يودوكم الى غير الطريق الالهي. لا يقع على والدك، ذكرني بالحسين. هو اللي يحصل ثواب اوتوماتيك. اذكر الحسين ابوي يرتفع. اذا تذكر ابوي ولا ذره من الحسنات تصل. ليش؟ لان ابوي مو ولي الله، ويرد من اهل الدنيا، فاريد له وسيله على مود حفيده انا. فوسيلتي العظمى ان تبكي على من؟ على الحسين. كون حتى عائله الحسين نفس عائله الحسين، اكو احسن من زينب؟ ما. عائله الحسين نفسها يوم كانت تسمع عائله الحسين صوت الحسين زينب مطمئنه. سامعين بالمقتل؟ بنات الحسين ايش قد راحوا ونعتهم، بس الحسين بقى اخر واحد راح. الحسين يسمع عن بنات الحسين وزينب. الحسين في المعركه انا الحسين بن علي اليت الا. زينب مطمئنه والبنات مطمئنات وكلهم مستقرين. ساعه وانقطع صوت الحسين فاضطربت عائله الحسين. من يروح صوت الحسين ترى احنا نضطرب. زينب اضطربت. ساعة وانقطع صوت الحسين، صار خوف بنات الحسين اضطراب. قالت وحدة مالي لا أسمع لابن أمي صوته. شو معنى صوت الأخوي الحسين؟ الثانية قالت ولا أرى له شخصا. وحدة ثالثة قالت لعل الخير حالت بيننا وبينها. زينب قالت أكففنا كفنا كفوري والملاومة لي سيدتي أنت القائدة. قالت أنا